بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلوا على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم البنات، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. إذا راني متواصلة معاكم في سلسلة وصفات رمضان، رايحة نشارك معاكم كريمة طهي من أروع الوصفات اللي راح تجربوها في شهر رمضان. أنا كنت جربتها وبعد ما تأكدت من النتيجة تاعها حبيت نشاركها معاكم. إذا أخواتي ما تنساوش تدعموني بهذيك الجام، وإذا دخلت قناتي لأول مرة تشترك به يوصلها دائما كل جديد، ونقولوا بسم الله ونبداو. اذا خياتي بالنسبه للمكونات واش رايحين نحتاجو كاس تاع حليب، نحتاجو ملعقه كبيره تاع مايزينا تكون ممسوحه ما تكونش بومبي، ونصف ملعقه صغيره تاع ملح، وملعقه كبيره تاع مارغرين، وملعقه كبيره تاع جبن طاري. في كسرونه نديرو هذاك الكاس تاع الحليب، نديرو الملح ونديرو المارغرين ونديرو المايزينا، نخلطو في الاول كلش بارد في بارد، بعدها نديرو الكسرونه على النار ونبقاو نخلطو حتى تثقال الكريمه تاعنا. ما نحبسوش من التخلاط ومامتو ما نزيدوش النار بزاف حتى تتحرق، نبقاو نخلطوه حتى نشوفوا الكريمه تاعنا ثقالت. بعدها نضيفوا لها هذيك الملعقه الكبيره تاع الجبن طاري. هنايا بعد ما ثقالت الكريمه تاعي كما راكم تشوفوا تولي بهذا القوام، نجيب طبسي ونفرغ فيه هذيك الكريمه اللي كنت تحصلت عليها. انتوما كي تكونوا تخلطوا ما تحبسوش من التخلاط حتى تشوفوا الكريمه تاعكم ثقالت، والنار خليوها متوسطه ما تزيدولهاش بزاف باش ما تغلبكمش النار. بعد هنا ما درت في الكريمه تاعي في طبسي، نغطيها بكيس بلاستيكي، لازم يكون هذاك الكيس يلامس في الكريمه، ونديرها في الثلاجه. فاولا نخليها حتى تنقص منها هذيك السخانه، بعدها نديرها في الثلاجه تبرد مليح. بعد ما تبرد الكريمه تاعنا نعاود نولوا ليها كما راكم تشوفوا، عاودت وليت ليها درتها في اشواغ فرخها كامل، وندير معاها 2 فناجل تاع زيت. هنا راني درت الفنجال الاول ونخلط في الاشواغ. بعد ما نخلط بعدها باش نروح نزيد الفنجان الثاني. صدقوني يا البنات هذه الوصفة رائعة، راني متأكدة انه اذا جربتوها ما راكمش راح تزيدوا تشروها من برا كامل. بعدها نزيد الفنجان الثاني تاع الزيت ونكمل نخلط بالاشواغ. شوفوا البنات اللي عندها اشواغ تخدم بالاشواغ، واللي ما عندهاش اشواغ وعندها ميكسر تقدر تخلط بالميكسر، يعني الحاجة اللي تكون عندكم تقدروا تخدموا بها. وبالنسبة لهذه الكريمة صدقوني راح تتحصلوا على كريمة من أروع ما يكون. أنا كنت جربت بزاف كريمات تاع طهي، لكن هذه الكريمة يعني عجبتني بالبزاف، حتى أنه في البنة تاعها تجي بنينة مش كيما هذوك الكريمات اللي يجوا صامتين. وراني متأكدة انه اذا جربتوها راهي رايحة تعجبكم، ممكن تخدموها راهي رايحة تبقى لكم اسبوع كامل، ما خير ملي تروحوا تشروها من برا يكونوا فيها مواد حافظة وكامل، هكذا تخدموها في الدار تعرفوا واش كاين فيها وواش ما فيهاش. انا نفضل انه الحاجه يعني نخدموها في الدار ملي نروحوا نشروها، ما تكوني تخدمتيها نتيا يعني تعرفي بواش خدمتيها واش فيها مكونات، وتبقى لك لمدة أسبوع كامل ما راح يصرى لها والو. فقط ديروها في بورت مونجي، اغلقوا عليها، ولا ديروها في كاش بواط تاع زجاج ولا، وخبوها في الثلاجة. وهنايا في الأخير الكريمة تاعي راهي واجدة. أنا كما راكم تشوفوا درتها في بورت مونجي وغلقت عليها، وبعدها خبيتها في الثلاجة. لكن دوكا راح نوريكم القوام تاعها باش تشوفوا معايا كيف جات. صدقوني يا البنات راحين تتحصلوا على كريمه رائعه. ونصحكم انه تجربوها، خصوصا انه شهر رمضان ما بقالوش بزاف، اكيد راكم راحين تستعملوها بزاف في وصفاتكم. اذا اخواتي بهذا يكون لحقنا لنهايه الفيديو تاع نهار اليوم. الى الملتقى في فيديو اخر، ما تنساوش تضغطوا لي على هذيك الجام، والى الملتقى في فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.